الجندي المجهول خلال المباراه الايام الماضيه 595 يوم كنت فيهم جندي مجهول جدا، يعني محدش يعرف كان سامي شتيل بيعمل ايه. عرفنا بقى سامي شتيل بعد 595 يوم غياب عن المشاركات والمباريات للنادي المصري، احساسك كان ايه النهارده؟ طبعا احساس كل واحد بورسعيدي فرحان بالجمهور اللي فرحان دوت بفرقته، واظن مش هقدر اقول اكتر من ان ربنا بس يكرم الفرقه ان شاء الله ونفرح الناس ديت. شايف الجماهير قد ايه، شباب بورسعيد قد ايه بيحب الكوره وقد ايه هي المتنافس الوحيد دي. ربنا يقدرنا ان شاء الله في ظل مجلس الاداره اللي موجود والجهاز الفني واللاعيبه اللي بتجتهد ان احنا ان شاء الله نرسم البسمه على وش كل واحد من جماهير بورسعيد. اشتلت مسؤوليه كبيره جدا مدير العلاقات العامه خلال الايام الماضيه ونلت انتقادات كبيره جدا، وكانوا بيسالوا سامي بيعمل ايه، ولكن انت كنت دايما بترد عليهم وبترد على افعالك ومجهودك هو اللي كان ظاهر الفتره اللي فاتت، وبالتاكيد مجلس الاداره قدرك ويعينك برضه في الجهاز الاداري. اكيد ثقه كبيره جدا من يعني اعمالك واللي انت بتقدمه للنادي المصري لمسه اكيد مجلس اداره النادي المصري. والله الحمد لله رب العالمين، احنا كلنا بنجتهد بحب للنادي المصري. هي منظومه من البدايه من مستر كامل ابو علي عمل منظومه محترمه، ومجلس الاداره المحترم اللي كمل المسيره، وان شاء الله باذن الله مستر كامل ابو علي موجود معانا برضه باذن الله الفتره اللي جايه. المنظومه ما تكملش غير لما يكون فيها سريه وفيها حب وفيها نظام وسيستم معمول. الحمد لله كان موجود في النادي، وان شاء الله يستمر مع المجلس والناس الموجوده حاليا ان شاء الله. التعاون متواجد بين جميع افراد الجهاز الفني والاداري والطب بالنادي المصري، كلهم عاهدين ان هم يقدموا شيء لبورسعيد وجماهير النادي المصري. والله هو شرف لاي حد ان هو يعمل في النادي المصري، كبير او صغير في اي بوزيشن وفي اي مكان، شرف لاي واحد بورسعيدي ان هو يعمل في الاسم الكبير ده. اشكرك جدا.